اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. لو كان عندك مشكلة كبيرة جدا في الحرق وحاسس ان الحرق بتاعك بطيء، الدهون اللي حول البطن دي مهما عملت ما بتنزلش، وهي اللي بتعرف باسم الدهون الحشوية. يمكن بتعمل اكتر من دايت وبتمشي على اكتر من نظام غذائي وبتحاول تعمل تمارين رياضية، ولكن الدهون اللي حول البطن ما بتقلش ابدا ومهما عملت بتفضل عنيدة جدا. فحب اطمنك ان حلقة النهاردة هتكون محفز ممتاز جدا ليك، لاننا هنقدر نزود معدل الحرق بشكل عالي جدا. مش بس كده، كمان هنقدر ننظف جهازك الهضمي. وخليني اوضح لكم النقطة دي كويس. لما بيكون عندك مشاكل في الجهاز الهضمي، بيبقى من العلامات بتاعة المشاكل دي هو الشعور الدايم بالانتفاخ، او انك مش مرتاح ابدا، وبتلاقي ان جسمك بيخزن الكتير جدا من المية. وعلشان كده في اوقات كتيرة جدا مجرد ان احنا نتخلص من المية المتخزنة بتلاقي ان انت بدأت تنزل في الوزن. طيب الانتفاخ والمشكلة دي من احد المشاكل المتعلقة بان الجهاز الهضمي بتاعك فيه مشكلة، او ان هو مش نظيف. وعلشان كده احنا النهاردة هنتغلب على المشكلة دي تماما. وعلشان كده في حلقة النهاردة هنستخدم مكونات قوية جدا في شكل مشروب. المكونات دي هتساعد على رفع معدل الحرق بشكل ممتاز. مش بس كده، هنقدر ننظف الجهاز الهضمي، ولما تاخدها قبل النوم هتلاقي ان انت بدأت تنام بشكل عميق وجودة النوم احسن، وهتدخل في النوم بشكل اسرع وبشكل اسهل. علشان تعرفوا المكونات اللي هنتكلم عنها في حلقة النهاردة خليكم معايا، لانها تكون حلقة مهمة جدا. أول مكون هنستخدمه النهاردة وهو النعناع. النعناع مش مجرد مشروب بسيط بيهدي المعدة وبيسهل عملية الهضم، لا ده اللي ناس كتير ما تعرفوش انه من اكتر واقوى المشروبات اللي بتساعد على قمع وسد الشهية بشكل ممتاز، وبالتالي بيساعد على حرق السعرات الحرارية، ومع الوقت ولما نستخدمه بشكل يومي بيسهل عملية فقدان الوزن. طيب ليه النعناع ليه التأثير القوي جدا ده؟ وده بسبب المادة الفعالة القوية واللي اسمها المنسول. المنسول دي في قوتها بتعادل المادة اللي اسمها الكاتيكنز اللي موجودة في الشاي. المادة دي بتكون موجودة في أوراق النعناع وليها خصائص طبية علاجية مهمة جدا. كمان النعناع بيساعد على زيادة درجة حرارة الجسم، وبالتالي بيأثر وبيحسن جدا من عملية التمثيل الغذائي. ده غير ان بسبب خصائص المواد الفعالة القوية الموجودة فيه فهو بيخفف بشكل كبير جدا من القلق، وكمان بيقلل من هرمونات التوتر وبيساعد على الاسترخاء. وعلشان كده لما بندخله في المشروب بتاعنا فهو بيساعدك على النوم بشكل عميق وشكل ممتاز. تاني مكون مهم جدا وهو القرفة. القرفة بعتبرها واحدة من اقوى التوابل اللي موجودة على وجه الارض، وده بسبب الخصائص العلاجية الطبية المهمة اللي بتقدمها لي. القرفة بتعمل حاجتين مهمين جدا. اول حاجة بتزود حساسية الانسولين، تاني حاجة انها بتقلل نسبة السكر في الدم. عند ما الحاجتين دول حصلوا في الجسم فده هيؤدي اول حاجة انك هتبدأ تقل في الوزن، خاصة الدهون العنيدة اللي حول البطن. كمان هيقلل من احتمالية الإصابة بالسكري خاصة من النوع الثاني. طيب خليني أشرح الموضوع ده بيحصل إزاي. القرفة بتحتوي على مادة فعالة مهمة جدا اسمها السينامالدهايد. طيب السينامالدهايد دي بتعمل إيه؟ دي بتحفز عملية مهمة جدا اسمها عملية توليد الحرارة في الخلايا الدهنية في الجسم. طيب أحاول أبسط لكم المصطلح ده. أثناء عملية التوليد الحراري الجسم بيبدأ ينتج حرارة. العملية دي بتحتاج طاقة كبيرة، علشان كده الجسم بيبدأ يدور ان هو يجيبها من فين. بيلاقي الخلايا الدهنية وبيروح يحرق السعرات الحرارية بتاعت الخلايا دي، ومن هنا بيقدر يولد طاقة. وعلشان كده التأثير الحراري بيؤدي لفقدان الوزن. من المكونات المهمة جدا اللي هستخدمها وهو الزنجبيل او الجنزبيل. الجنزبيل مش بس من اقوى مضادات الاكسدة، لا ده كمان ليه خصائص مهمة جدا مضادة للالتهابات. قوة الجنزبيل بتكمن في المادة الفعالة المهمة اللي موجودة فيه واللي اسمها الجنجيرول. المادة دي وحدها بتقدم فوائد عديدة جدا. أول حاجة بتلعب دور في حرق الدهون وإفراز الأنسولين، وكمان هضم الكربوهيدرات في الجسم. ده غير إن ثبت أيضا إنها بتمنع الإجهاد التأكسدي للخلايا، أو بمعنى مبسط شيخوخة الخلايا اللي بتحصل عن طريق الجذور الحرة. ده غير إنه بسبب الخصائص المضادة للالتهابات فهو بيساعد في خفض الكوليسترول
الكوليسترول وكمان ضغط الدم. ومن الفوائد المهمة جدا اللي ناس كتير ما تعرفهاش عن الجنزبيل انه بيخفض بشكل كبير جدا من تصلب الشرايين او تراكم الدهون الخطيرة في الشرايين وانسدادها بالكامل. نيجي للمكون الرائع اللي انا بهتم جدا بيه ويمكن بضيفه في معظم المشروبات، وهو الليمون. الليمون وحده قادر على انه يخلصك من احتباس المية اللي بيكون موجود في الجسم، وبالتالي لو كان عندك اعراض انتفاخ او تورم او زيادة وزن بسبب حبس المية، الليمون وحده قادر انه يعالج المشكلة دي. من التأثيرات الممتازة للليمون ان هو بيساعدك على الشبع وعلى الامتلاء، وبالتالي لما نواظب عليه فهو بيساعدني بشكل كبير جدا على فقدان الوزن وحرق المزيد من السعرات الحرارية. اخر مكون هستخدمه النهارده وهو عسل النحل الخام. العسل من اقوى المكونات الطبيعيه اللي بيحتوي على خصائص مضاده للالتهابات، مضاده للفطريات، مضاده للبكتيريا، وكمان مضاده للفيروسات. ده غير انه بسبب انه بيحتوي على مضادات اكسده فهو بيعزز صحه القلب وكمان بيقوي من عمليه التمثيل الغذائي. وخدها قاعده عامه، كل ما التمثيل الغذائي يبقى افضل في الجسم بتاعك معنى كده ان الجسم بتاعك بيحرق دهون بشكل افضل وبشكل اسرع، ومش بتلاقي اي زيادة او اي تراكم للدهون في الجسم. ده غير ان احنا لما بنستخدم القليل جدا من العسل قبل النوم ده بيساعد على النوم بشكل اعمق وبتكون جودة النوم افضل واحسن. هنحتاج اول حاجة كوباية من الماء المغلي، وبعدين هنضيف ليها باكت من شاي النعناع، وبعدين هحط ربع او نص ملعقة صغيرة من القرفة، وبعدين هحط ربع او نص ملعقة صغيرة من الجنزبيل حسب الرغبة، وبعدين هضيف ليهم عصير نص ليمونة. هقلب المكونات دي كويس جدا واستنى عليهم من 5 ل6 دقايق. بعد ما عدت ال6 دقايق هضيف ليهم اخر حاجة عسل النحل، ممكن تضيف نص ملعقة صغيرة او ملعقة صغيرة حسب الرغبة بتاعتك. المشروب ده هتشربه من 30 ل 45 دقيقة قبل النوم. طيب هل بعدين هتاكل؟ لا، هو هيبقى اخر حاجة هتدخل معدتك قبل النوم بنص ساعة. النتائج من اول اسبوع هتلاقي ان لو كان عندك انتفاخ باي شكل هيروح تماما، معدتك احسن بكتير، الحرق هيبدأ يزيد، حتى الدهون الحشوية اللي متخزنة حول البطن هتلاقيها بدأت تقل وبشكل ملحوظ. وعلشان تاخد نتيجة افضل انا عايزاك تعمل 3 حاجات. اول حاجة اهتم بنظامك الغذائي وتحاول قدر الامكان تقلل من السكريات في الاكل بتاعك. اشرب مية كتير كل يوم من 2 ل 3 لتر. واخر حاجة عايزاك تمشي 3 مرات في الاسبوع، كل مرة من نص ساعة لساعة الا ربع، هيكون كويس جدا. وحتى لو بدأت بربع ساعة فهي بداية معقولة. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقة النهاردة وقدرت اقدم لكم حلقة مفيدة. لو عجبتكم الحلقة واستفدتوا منها ما تنسوش تشاركوها مع غيركم علشان اكبر عدد منها يستفاد، وما تنسوش لايك للفيديو، سبسكرايب في القناة، وفعلوا علامة الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات اللي هقدمها اول باول. وفي النهاية بشكركم جدا على وقتكم الثمين والذي لا يقدر بثمن. باي باي.